في يوم 30 سبتمبر سنة 1992 في لوس أنجلوس، رجال الشرطة ومعاهم عملاء من ال FBI كانوا واقفين قدام بيت صغير وجاهزين للاقتحام، وأخيرا عرفوا مكان الشخص اللي فضل سنين مدوخهم. الراجل ده ما كانش لسه محترف ولا تاجر مخدرات، ده كان هاكر ذكي لدرجة إنه كان بيخترق شركات بملايين الدولارات لمجرد إنه عايز يعرف معلومة عن شخص. ولما ال FBI اقتحموا البيت، هنا كانت الصدمة. البيت كان فاضي والحاجة الوحيدة اللي مستنياهم كانت ترابيزة، وعلى الترابيزة علبة دوناتس مكتوب عليها إهداء إلى ال FBI. العملاء من الصدمة فضلوا باصين لبعض ومحدش فيهم بينطق ولا كلمة. مين الراجل ده وإزاي كان سابق ال FBI بخطوة؟ والأخطر إزاي قدر يخترق شركات عملاقة بمكالمة من تليفون عمومي في الشارع؟ السلام عليكم، أنا مصطفى عادل ودي قناة تسريب خفي. قصة النهاردة عن راجل عبقري لدرجة عقلك مش هيصدق. كان بيخترق أي نظام بأبسط الطرق اللي ممكن تكون بتعدي عليك في اليوم عشرات المرات. وعشان ما أطولش عليكم، لو سمحت ادعموا الفيديو بلايكات وكومنتات، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان اللي جاي أخطر بكتير. وبسم الله فلنبدأ التسريب. الراجل اللي بنتكلم عنه النهارده اسمه كيفن ميتنيك. ناس كتير بتعتبره واحد من اشهر واخطر الهاكرز في تاريخ امريكا. دوخ الاف بي اي وخلى شركات عملاقه في التكنولوجيا تغير طريقه حمايتها، وناس تانية بتشوفه مجرد مجرم استخدم ذكائه بالطريقه الغلط. قبل ما اسم كيفن يبقى الاسم اللي هز شركات التكنولوجيا، كان مجرد طفل عادي اتولد في 6 اغسطس سنه 1963 في مدينه لوس انجلوس في ولايه كاليفورنيا. لكن اللي خلى كيفن مختلف إن حصلت حاجات في طفولته غيرت حياته. العلاقة بين أبوه وأمه ما كانتش مستقرة، والمشاكل كانت بتزيد بينهم يوم بيوم لحد ما انفصلوا سنة 1966. وقتها كان كيفن عنده 3 سنين بس. أبوه مشي وسابه لأمه، وبعدها كيفن فضل عايش مع جده وجدته وأمه. ومن وهو صغير كان بيحب يتفرج على عروض السحر وخفة اليد. لكن اللي كان بيشد انتباه كيفن ما كانش الخدعة نفسها، اللي كان بيشد انتباهه فعلا إزاي الساحر بيعرف يخلي الناس تركز في منطقة والحقيقة تبقى في منطقة تانية، وازاي يخليهم يصدقوا الحاجة اللي هو عايزهم يشوفوها. وقتها كيفن كان فاكر ان ده مجرد سحر، لكن الحقيقة هو كان بيتعلم اول مبدأ من الهندسة الاجتماعية. في سنة 1975 كيفن بقى عنده 12 سنة، وفي الوقت ده كان بيستخدم وسائل المواصلات في لوس أنجلوس بشكل يومي. واللي كان لافت انتباه كيفن في وقتها ما كانش الطريق والأتوبيس، كان نظام التذاكر. فضل يراقب السواق ازاي بيتعامل مع التذاكر، ولقى ان كل تذكرة بتتخرم بأداة معينة. وفي يوم سأل السواق منين يقدر يشتري أداة تخريم التذاكر دي، واللي قاله للسواق وقتها ان هو عايز الأداة دي في مشروع مدرسي ليه. فالسواق هنا صدقه وقال له بكل بساطة، لأن أكيد مفيش حد هيشك في ان طفل عنده 12 سنة ممكن يعمل حاجة غير قانونية بالأداة دي. فالسواق صدقه وقال له على المكان، وبعدها بدأ يسأل ويبحث أكتر عن نظام التذاكر. وخلال بحثه عرف ان شركات الحافلات كانت بتتخلص من الدفاتر القديمة وترميها في الزبالة. فبدأ يروح لحاويات القمامة اللي جنب الشركات ويدور فيها لحد ما لقى دفتر سليم. فجاب التذاكر وجاب أداة التخريم وبدأ يركب المواصلات في لوس أنجلوس من غير ما يدفع فلوس. وهنا كيفن ما كسرش النظام، هو بس فهم ايه اللي بيحصل والنظام بيشتغل ازاي. فهم ان اي نظام لازم يبقى فيه ثغرة. وبعد كام سنة كيفن دخل مرحلة الثانوية، وفي الفترة دي اتعرف على شاب اسمه ستيفن. وفي البداية كيفن افتكره مجرد طالب عادي، لكن في يوم ستيفن كان بيحكي له عن الحاجات اللي هو يقدر يعملها بمكالمة تليفون واحدة. وكيفن لما سمع الكلام منه ما كانش مصدقه. فستيفن رد عليه بسخرية وقال له تحب اجيب لك رقم والدتك؟ فكيفن ضحك لانه مش مصدق وقال له مستحيل. فستيفن اتحرك بكل ثقة وراح ناحية كابين التليفونات في الشارع العمومي ورفع سماعة التليفون واتكلم. بعد اقل من دقيقة قفل مكالمة التليفون وراح لكيفن واداله ورقة وقال له اتفضل.
اتخض. فكيفن بص في الورقة واتصدم، لقى فعلا إن هو رقم والدته، وسأل ستيفن ساعتها هو أنت عملت كده إزاي؟ فستيفن ابتسم وقال له أنا بس كلمت الشخص الصح. وقتها كيفن فهم إن أقوى ثغرة ما كانتش في الكمبيوتر، كانت في الإنسان نفسه. ومن هنا كيفن دخل عالم الفون فريكنج. العالم ده بيضم ناس بتدرس شبكة التليفونات وتحاول تفهم كل تفصيلة فيها، إزاي المكالمة بتوصل من مكان لمكان، وإزاي السنترالات دي بتشتغل، وإزاي يوصلوا لأنظمة محدش يعرف عنها حاجة. كيفن اتشد للعالم ده بسرعة لأنه لأول مرة يلاقي ناس شبهه، ناس كل همها تفهم النظام قبل ما تستخدمه. ومع الوقت بدأ كيفن يتعلم منهم ويجرب بنفسه، ومكالمة ورا مكالمة كان بيتعلم حاجة جديدة. كان بيتصل وكل مرة ينتحل شخصية موظف باسم مختلف ويطلب معلومة بسيطة، اسم قسم أو رقم داخلي أو سيستم معين الشركة بتشتغل بيه. والغريب إن الموظفين كانوا بيدوله المعلومات بنفسهم. ومن هنا كيفن فهم إن أكبر أسرار الشركات مش موجودة في الكمبيوتر، دي موجودة في الموظفين اللي بيستخدموه. ولحد سنة 1978 حصلت حاجة هتغير حياة كيفن للأبد. أم كيفن قررت تعمل له مفاجأة ودخلت عليه وفي إيدها علبة كبيرة، والعلبة دي كان فيها أول كمبيوتر كيفن يشوفه. المشكلة إن الكمبيوتر وقتها ما كانش زي اللي نعرفه النهاردة، ما كانش فيه إنترنت ولا ألعاب ولا أي حاجة تخلي طفل عنده 15 سنة يفضل قاعد قدامه. في الأول كيفن ما عجبوش الكمبيوتر لأنه بالنسبة له عبارة عن شاشة سودة وشوية أوامر، لكن بدل ما يسيبه قرر يفهم. بدأ يقرأ كل كتاب يقع تحت إيده ويتعلم لغة الكمبيوتر. وكل يوم كان بيكتشف إن الكمبيوتر مش مجرد جهاز، ده كان عالم كامل ليه قوانين وأسرار. وكل ما يفهم جزء جديد يكتشف إن في حاجات كتير لسه مستخبية ما يعرفهاش. وبعد شهور كيفن ما كانش بيتعلم إزاي يستخدم الكمبيوتر، ده كان بيتعلم إزاي يسيطر عليه. وبعد فترة كيفن يقرر يجرب كل اللي اتعلمه، وكان نفسه يعرف هل فعلا يقدر يدخل نظام حقيقي ولا لا. وفي الوقت ده كان في شركات كتير بدأت تستخدم الكمبيوتر في شغلها، فكيفن بدأ يدور على هدفه الأول عشان يجرب. سنة 1981 كيفن كان عنده 17 سنة، وفي يوم كان قاعد مع جماعة أصحابه في مطعم بيتزا، والكلام بينهم كان عن نظام COSMOS، نظام ضخم بتستخدمه شركة باسيفيك تليفون عشان تعرف خطوط التليفونات متوصلة ببعض ازاي. بالنسبة لأي شخص عادي دي مجرد بيانات مملة، لكن بالنسبة لكيفن وأصحابه ده كان كنز، لأنه كان بيحتوي على أرقام الدخول وأماكن السنترالات وطريقة بناء شبكة التليفونات. والمبنى اللي كان فيه النظام كان على بعد كام دقيقة من مطعم البيتزا اللي هم قاعدين فيه. فكيفن وأصحابه قرروا يروحوا للمبنى، ولما وصلوا كيفن اتقدم ودخل على الحارس وقال له إنه هو موظف في الشركة وجاي يفرج أصحابه على مكان شغله. والحارس صدقه وسمح لهم يدخلوا. ومن كتر المكالمات اللي كانوا بيعملوها للشركة كانوا حافظين الشركة من جوه، وكانوا عارفين إن الموظفين اللي شغالين على النظام اللي هم عايزين يجيبوا الورق بتاعه كانوا بيشتغلوا في أوضة 180. دخلوا الأوضة ولقوا الملفات وخدوها وخرجوا من المبنى. وهنا السر ما استمرش كام يوم، لأن واحد من صحابه حكى لواحدة صاحبته بنت عن اللي حصل، والبنت بلغت شركة التليفونات وشركة التليفونات بلغت الشرطة. وبعدها بفترة قصيرة كيفن يتقبض عليه وهو لسه عنده 17 سنة، ووجهوا ليه تهمة السرقة والتآمر والدخول غير القانوني. وعشان كيفن كان قاصر اتحكم عليه يروح للأحداث وهناك يقيموه، وبعد كده رجع المحكمة واتحكم عليه بسنة تحت المراقبة. ودي كانت فرصة كيفن انه يقف ويبعد عن عالم الاختراق، لكن ما وقفش. وبعدها عرف ان جامعة جنوب كاليفورنيا عندهم معمل كمبيوتر متوصل بأنظمة وشبكات اكتر من اي حاجة هو سمع عنها او جربها قبل كده. لكن عشان يدخل الأنظمة دي كان محتاج اسم مستخدم وكلمة سر. فدخل المعمل هو واصحابه، والهدف انهم يحصلوا على معلومات تعرف تدخلهم على السيستم. لكن المرة دي كيفن ملحقش يخرج واتمسك وهو جوه المعمل. وبسبب ان الواقعة دي حصلت وان هو كان لسه تحت المراقبة، فالمحكمة ما كانش عندها اي تساهل واتحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور. وكان المفروض الفترة دي تخليه يراجع نفسه ويبعد عن الاختراقات، لكن اللي حصل كان العكس، لانه خرج وعنده ثقة اكبر ان مفيش نظام هو ما يقدرش يخترقه، وكان مستني التحدي الجديد اللي هينقل اسمه من مجرد واحد هاوي لهاكر الشركات الكبيرة بتخاف منه. سنة 1983 كيفن كان عنده 20 سنة، وفي الوقت ده كان في شركة كل المبرمجين بيتمنوا انهم يشتغلوا فيها، اسمها ديجيتال اكويبمنت كوربريشن. والشركة دي كانت واحدة من اكبر شركات الكمبيوتر في العالم. كان عندها نظام تشغيل جديد لسه منزلش السوق، وقيمة النظام
ده بملايين الدولارات. بالنسبة لأي هاكر ده كنز، لكن بالنسبة لكيفن دايما كان عنده سؤال واحد: هو أنا هعرف أدخل النظام ولا لأ؟ وكيفن في الوقت ده كان معاه واحد صاحبه اسمه ليني، والاتنين كانوا عايزين يعرفوا الثغرات اللي جوه النظام. لكن المشكلة النظام كان محمي بشكل قوي، وأي محاولة اختراق كانت هتفشل. فكيفن هنا رجع لسلاحه المفضل، وهو الهندسة الاجتماعية، ويخلي موظف من جوه النظام يفتح له الباب بنفسه. ليني وصل الجهاز بتاعه بجهاز مودم، وخلى مكالمة التليفون تعدي من خلال خط فاكس لشركة تانية، عشان لو حد تتبع الاتصال ما يعرفش يوصل ليهم بسهولة. ولو عايزيني في الحلقات الجاية أشرح التقنيات دي بشكل مفصل بعد كده قولولي في التعليقات. أما كيفن راح لفندق قريب ووقف قدام كابينة تليفون عمومية، وكان ماسك سماعتين تليفون، واحدة بيكلم بيها ليني والتانية كان بيكلم بيها موظفة من خدمة العملاء في الشركة. وكيفن اتكلم كأنه موظف جوه الشركة، وكمان كان عارف المصطلحات اللي هم بيستخدموها، وكان بيتكلم بكل ثقة عشان ما يديهاش أي سبب إنها تشك فيه. وطلب منها تكتب أمر اسمه شو يوزرز، والأمر ده كان بيظهر كل الأجهزة اللي متصلة بالنظام. في الوقت ده وفي نفس اللحظة ليني كان بيحاول يخترق النظام، وفجأة اتصال ليني ظهر في القايمة قدام الموظف. وهنا كيفن طلب منها تكتب أمر تاني اسمه سبون، والأمر ده هو إنها تعمل جلسة جديدة على اتصال ليني، والجلسة دي اتفتحت بصلاحيات الموظفة نفسها. ومن هنا كيفن وليني بقى جوه النظام وعندهم صلاحيات موظف حقيقي. كانوا عارفين إن كل حركة جوه النظام بتتراقب، فعطلوا برنامج المراقبة من غير ما الإنذار يشتغل. وبدل ما يعملوا حساب جديد يفضحهم، سيطروا على حسابات قديمة محدش كان بيستخدمها، وبدأوا يفتشوا جوه أنظمة الشركة لحد ما وصلوا لاسم هم كانوا مستنيين: VMS Source، الكود المصدري لنظام التشغيل كله، الشيء اللي شركات كاملة ممكن تدفع ملايين عشان تحميه. العملية نجحت، وكيفن هنا ما كانش مستعجل. الكود المصدري كان حجمه كبير جدا وكان لازم يتنقل على مراحل، فبدأوا يضغطوا الملفات ويشفروها وينقلوها يوم ورا يوم. لكن السؤال هنا: هم هيخبوا كل الملفات دي فين؟ فبدأوا يدوروا على أجهزة من أجهزة الشركة يقدروا يحطوا عليه ملفات مؤقتة، ومن بين كل الأماكن اختاروا معمل، والمعمل ده كان تابع لوكالة ناسا. دخلوا النظام وخبوا النسخ وفاكرين إن محدش هيلاحظ. لكن بعد فترة في مهندس في المعمل اكتشف إن في حد جوه النظام، ولما لقوا الباب الخلفي افتكروا إن ورا العملية دي جماعة ألمانية اسمها شوز كمبيوتر كلاب. الخبر انتشر، لكن كيفن وليني ما وقفوش وفضلوا مكملين في نقل الكود لحد ما أخيرا بقى عندهم نسخة كاملة من النظام. بالنسبة لكيفن العملية خلصت، لكن الناحية التانية كان في مهندسين ومبرمجين للشركة بيحاولوا يفهموا هو إيه اللي حصل، وإزاي واحد من أهم أسرار الشركة خرج من غير ما حد يحس. التحقيق كبر، وفي جهات أمنية وشركات تانية تدخلوا في الموضوع وبيحاولوا يعرفوا مين اللي عمل كده. لكن كيفن ما كانش قلقان، لأنه كان مطمن إن هو مسح كل أثر يعرف يوصل أي حد ليه، وإن خلاص الجزء الصعب عدى. علاقة كيفن وليني هنا بقت أقوى من أي وقت. الاتنين بقوا يقضوا وقت أكبر مع بعض، وبقى في رهان ما بينهم مين يقدر يخترق شركات أكتر من التاني، واللي يكسب الخسران يعزمه على العشاء. في البداية الموضوع كان هزار، لكن مع مرور الوقت كيفن فضل يكسب مرة ورا التانية ورا التالتة، وليني هنا بدأ يتضايق وكان فاكر إن كيفن كان بيغش، فرفض يدفع الرهان. لكن كيفن ما كانش من النوع اللي بيسيب حقه، وبعد ما ليني رفض يعترف بخسارته كيفن قرر يعمل فيه مقلب. رفع سماعة التليفون واتكلم مع الشركة اللي ليني كان شغال فيها، وقدم نفسه على إنه هو موظف من مصلحة الضرائب الأمريكية، وقال لهم إن في أمر رسمي بحجز مبلغ معين من مرتب ليني. وفعلا الشركة صدقته وخصمت المبلغ. ليني لما استلم المرتب واكتشف إن في جزء ناقص منه كان عايز يفهم الجزء ده اتخصم ليه، فبدأ يدور لحد ما وصل إن كيفن كان عامل فيه مقلب. وبعد كام يوم ليني يرد الضربة لكيفن في مكان عمره ما يتوقعه. ليني راح للمدير بتاعه وحكى له كل حاجة حصلت في عملية الاختراق. فالمدير أول ما سمع الكلام ده اتصل بأمن الشركة وفورا بلغوا الشرطة. وبعد كام يوم ليني يكلم كيفن ويطلب منه يقابله في جراج عربيات، وبمجرد ما كيفن وصل وفتح الباب عشرات من عملاء الشرطة والاف بي اي قبضوا عليه. وبعد القبض عليه الشرطة توجه لكيفن قائمة طويلة جدا من الاتهامات، وهنا الادعاء بدأ يصور كيفن على انه خطر على الامن القومي، لدرجة انهم قالوا ان مكالمة تليفون واحدة منه كفيلة
تدمر أنظمة الدفاع الأمريكية. وأثناء انتظار المحاكمة كيفن اتحط في الحبس الانفرادي واتمنع من استخدام التليفون. في النهاية توصل لاتفاق مع المحكمة واتحكم عليه بسنة سجن، وبعدها يقضي 6 شهور في مركز تأهيل السلوكيات الإدمانية، لأن كيفن صنف إنه هو مدمن اختراقات لأنظمة التشغيل، وإن ده هوس عنده والمفروض فترة التأهيل تساعده على العلاج. وفي بداية التسعينات كيفن خرج من السجن لكن تحت إفراج مشروع، ويفضل تحت المراقبة لمدة 3 سنين، وكان ممنوع يستخدم أي جهاز كمبيوتر أو يتواصل مع أي هاكر. وكيفن في الوقت ده كان عنده صاحب جديد اسمه لويس. لويس كان بيشتغل في شركة كمبيوتر وكان زي كيفن بالظبط، كان بيحب أنظمة الكمبيوتر وشبكات التليفون. وعشان كيفن كان تحت المراقبة بقى لويس هو الواجهة وهو اللي بقى يكلم الناس. وفي يوم لويس قال لكيفن إن في هاكر كل الناس بتتكلم عنه اسمه إريك هاينز، وقال له إن الراجل ده يعرف أسرار محدش غيره يعرفه، ومعاه مفتاح يقدر يفتح بيه أي سنترال. فكيفن قرر يكلمه برغم إنه عارف إن المكالمة دي ممكن ترجعه السجن، وعشان ما يخالفش شروط الإفراج خلى صاحبه لويس هو اللي يكلمه. وأثناء المكالمة إريك ذكر اسم نظام داخلي اسمه SAS، نظام بتستخدمه شركة باسيفيك بيل، وقال إن النظام ده يقدر يراقب خطوط التليفون. وأول ما كيفن سمع الكلمة دي حس إنه لقى هدفه الجديد، فكيفن بدأ يسأل إيريك عن نظام SAS، لكن كل مرة إيريك كان بيغير الموضوع ويرفض يحكي أي تفاصيل، وده كان كفاية عشان كيفن ياخد قرار إنه هو هيخش للنظام بنفسه. وتاني يوم بدأ يتصل بأقسام مختلفة جوه شركة باسيفيك بيل، وكل مكالمة كان بيقدم نفسه باسم مختلف وقسم مختلف، وكان بيدور وبيسأل على حاجة واحدة، هو أنهي قسم اللي بيستخدم SAS. كل موظف كان بيديله حتة صغيرة، وكيفن بدأ يجمع المعلومات لحد ما الصورة بقت كاملة قدامه. وكيفن عرف اسم الشركة اللي صنعت نظام SAS، ولما بحث عن الشركة دي لقى إنها قفلت من سنين. فكيفن بدأ يدور على الناس اللي كانوا شغالين في الشركة، ففتش في قواعد البيانات ودليل التليفونات لحد ما لقى اسم، والاسم ده كان تابع لواحد من مسؤولين الشركة القدام. كيفن اتصل بيه وقال له إن هو مهندس من شركة باسيفيك بيل وإنهم بيطوروا نظام SAS. الراجل صدقه وبدأ يساعده، وبعد دقايق اداله رقم المهندس اللي صمم النظام. كيفن قفل السماعة وبص للرقم، وكان عارف إنه على بعد مكالمة واحدة ويكشف كل الأسرار. فكيفن استنى لحد ميعاد الشغل الرسمي للشركة ورفع سماعة التليفون واتصل بالمهندس. ولما المهندس رد عليه كيفن برضه فهمه إن هو مهندس من شركة باسيفيك بيل، وقال له إن الشركة لسه بتستخدم نظام SAS وإن هما عايزين يطوروا النظام، لكن في جزء من الوثائق ضاع وهو محتاج نسخة تانية. المهندس بدأ يسأله كام سؤال وكيفن جاوب عليهم بهدوء واستخدم كل المصطلحات اللي تطمن المهندس. وفي النهاية المهندس قال له مفيش مشكلة وإن هو هيبعت له كل الوثائق. والمهندس هنا بعت له تصميم النظام وشرحه وطريقة تشغيله. كيفن وصل لكل اللي هو عايزه من غير ما يخترق أي نظام كمبيوتر. وبعد أيام الملفات وصلت وكيفن بدأ يفتحها عشان يفهم النظام شغال إزاي. قعد أيام يقرأ ويكتب ملاحظات لحد ما بقى عارف كل أمر وكل بروتوكول جوه النظام، لكن كان ناقصه حاجة واحدة، رقم يدخله على SAS، لأن النظام ده ما كانش على الإنترنت، كان لازم تتصل بيه بتليفون، ومن غير رقم الاتصال كل اللي معاه لحد دلوقتي مجرد ورق. بدأ يتصل بأقسام مختلفة في باسيفيك بيل، وكل مرة كان بيتصل باسم مختلف وقصة مختلفة، وقعد يجمع المعلومات واحدة ورا التانية لحد ما الصورة بقت كاملة معاه، لحد ما أخيرا وصل لرقم النظام. وصل الكمبيوتر بالمودم وبدأ الاتصال، والأول مرة كيفن نجح ودخل نظام SAS. لكن ده ما كانش كفاية، لأن كل سنترال ليه نظام الحماية بتاعه، وده معناه هندسة اجتماعية جديدة ومخاطرة جديدة. فقرر يريح نفسه مرة واحدة وللأبد. بدأ يسأل موظفين باسيفيك بيل عن قائمة وحدة أرقام SAS، وفي الأول قالوا إنها مش موجودة على أي نظام، هي متوفرة على الورق بس. لكن كيفن موقفش وبدأ يسألهم سؤال تاني، هو انتوا لما بيحصل لكم مشكلة في SAS بتكلموا مين؟ الموظف رد واداله رقم القسم المسؤول، وكيفن اتصل بيهم وقال لهم إن مهندس في قسم الهندسة وإن الشركة بتجهز قاعدة بيانات جديدة ومحتاجة نسخة. المدير بلع الطعم وقال له النسخة عندي. وفي اليوم التاني كيفن ما راحش بنفسه، بعت واحد صاحبه اسمه أليكس كان لابس بدلة وشكله شبه أي موظف رايح اجتماع. داخل مبنى باسيفيك بيل وقال إن هو داخل يستلم الملف. الموظف جاب المجلد، لكن قبل ما يسلمه
يسلمه له وقف وبص لأليكس وقال له هو أنا ممكن أشوف الكارنيه بتاعك؟ لكن أليكس هنا مرتبكش، ابتسم وقال له أنا مش موظف في باسيفيك بيل أصلا، أنا مندوب مبيعات وكان عندي اجتماع قريب من المكان وفي موظف بعتني عشان أستلم نسخة الملف، ولو فيها مشكلة خلاص أنا همشي. فأليكس لف ظهره كأنه هيمشي. الموظف وقفه وقال له لا استنى، ومدله إيده بالملف وأليكس خده. خرج من المبنى وفي إيده مجلد أكتر من 100 صفحة، والملف ده كان فيه كل أرقام وحدات SAS. ولما رجع سلم المجلد لكيفن، وكيفن ما صدقش اللي شافه. كيفن خد الملف وقعد ينسخه لحد ما بقى عنده نسخة كاملة، لكن كان فيه مشكلة والمجلد ما كانش ينفع يفضل مختفي كتير، لأنه لو فضل مختفي الشركة هتحس إن في حاجة غلط. فكروا يبعتوا بالبريد، لكن عشان يبعتوا في البريد هيضطر يسيب عنوان السكن بتاعه. وهنا أليكس طلع بفكرة وخد نسخة الملف وراح لخدمة عملاء باسيفيك بيل وأقنع السكرتيرة تحطه في البريد الداخلي للشركة، والمجلد كده رجع مكانه طبيعي. عدى كام يوم وكل حاجة كانت ماشية طبيعي، لكن كيفن كان عنده حاجة عمرها ما خيبته، كان دايما بيسمع لإحساسه. وفجأة حس إن في حاجة مش طبيعية، فقرر يعمل فحص لخطوط الاتصالات للشركة اللي شغال فيها صاحب لويس. وهنا كانت الصدمة، كل خطوط الشركة عليها اعتراضات وكل المكالمات بتتسجل. وكيفن هنا استغرب ايه اللي يخلي حد يراقب خطوط شركة كاملة، وفجأة في اسم كده هو شك فيه، والاسم ده كان إريك هاينز. كيفن قرر يعرف الحقيقة، لكن من غير ما يحسس إريك إن هو بقى محل شك. ومن اليوم ده كيفن ما بقاش زي الأول مع إريك، وكيفن بدل ما يسمع الكلام بدأ يسمع طريقة إريك، بيسأل عن إيه وبيكرر أنهي أسئلة وبيحاول يوصل لإيه بالظبط. ومع كل مكالمة الشك كان بيزيد. إريك ما كانش بيدور على معلومات جديدة، هو كان بيدور على معلومات تخص كيفن نفسه، هو فين وبيعمل إيه ومين بيشتغل معاه. وكل سؤال إريك كان بيسأله لوحده عشان يبان الموضوع عادي، لكن لما الأسئلة تتحط جنب بعض تبتدي الصورة تبان. وهنا كيفن يقرر يعرف معلومات أكتر عن إريك. اتصل بواحدة من معارفه في هيئة الضمان الاجتماعي وطلب منها تدور على بيانات إريك هاينز، وبعد دقايق رجعت له برقم الضمان ومكان وتاريخ الميلاد، وقالت له إن إريك بياخد معاش عجز بسبب فقدان ساقه. لكن كيفن قابله أكتر من مرة لكن عمره ما شافه بيعرض. ساعتها كيفن شكه زاد أكتر وطلب أسماء أهله، وعرف إن والده لسه عايش. وفي نفس الليلة وقف قدام تليفون عمومي ورفع السماعة واتصل بأبو إريك. لما الراجل رد عليه قال له أنا صاحب إريك من أيام الثانوية. فالراجل هنا ما كملش الجملة وقفل السكة في وش كيفن. كيفن استغرب ورجع اتصل بيه تاني، فالراجل فضل ساكت شوية وبعدها بصوت غريب قال له أنت بتتكلم عن مين؟ كيفن كرر الاسم وقال له إريك هاينز، والراجل رد صدمه، قال له أنا ابني ميت من 20 سنة. وكيفن ما كانش من السهل إنه يثق في كلام حد ومفيش معاه دليل، فرجع لنفس معارفه في الضمان الاجتماعي وجاب رقم عم إريك، والعم أكد نفس القصة إن إريك وأمه ماتوا الاتنين في حادثة عربية. طب ودلوقتي إذا كان إريك ميت يبقى مين الراجل اللي كيفن بيتعامل معاه ده؟ كيفن رجع يفتش في كل حاجة إريك قالها له، وافتكر إن هو دايما كان بيتكلم معاه وبيتباهى إنه شغال مع هاكر اسمه كيفن بوليسن. كيفن فضل يقلب في الملفات بتاعت قضية بوليسن لحد ما لقى اسم وقف عنده، والاسم ده كان جاستن تاينر. اتصل بإدارة المرور وانتحل شخصية موظف وطلب الوصف الجسدي لجاستن تاينر. فالموظفة بدأت تقرأ الطول والوزن ولون العين والشعر، وكل وصف كان مطابق للشخص اللي يعرفه باسم إريك. ساعتها كيفن ابتسم لأنه أخيرا عرف حقيقة الراجل واتأكد إن اسمه الحقيقي جاستن تاينر. لكن لسه في سؤال واحد، ليه راجل يسرق هوية طفل ميت من سنين؟ كيفن بدأ يراقب كل رقم جاستن بيتصل بيه وبدأ يعمل خريطة للمكالمات بتاعته، ومع كل رقم كان بيستبعد الاحتمالات لحد ما فضل رقمين اتنين بس. والرقمين اللي فضلوا دول ولا بتوع واحد هاكر ولا حد من صحابه، الرقمين كانوا تابعين لجهات حكومية تابعة للإف بي آي. وكيفن في واحدة من المكالمات قدر يعترض المكالمة وبقى بيسمع اللي بيحصل، وسمع جاستن وهو بيتكلم مع واحد من عملاء الإف بي آي. في الأول الكلام كان عادي، لكن بعد ثواني اتقالت جملة خلت كل حاجة تقف: هنطلع أمر تفتيش. والاسم اللي اتقال
قال بعدها كيفن ميتنيك. ساعتها كيفن استوعب إن الموضوع خرج عن المراقبة وإن الحكومة بدأت تتحرك. كيفن قفل السماعة وفضل يفكر هما قدامهم وقت قد إيه على بال ما يوصلوا، وكان عارف إن أمر التفتيش مش هيطلع في نفس الثانية. كيفن بدأ يستعد عشان يهرب من المكان ولم كل حاجة تخصه وأي دليل ممكن يوصلهم ليه. ويوم 30 سبتمبر سنة 1992 عملاء ال FBI يبقوا واقفين قدام بيت كيفن وجاهزين للاقتحام. ونرجع للمشهد اللي احنا بدأنا بيه القصة بتاعتنا. العملاء يدخلوا وما يلاقوش أي حاجة غير علبة دوناتس مكتوب عليها إهداء لل FBI. ومن اللحظة دي القصة دخلت مرحلة جديدة تماما، وكيفن في الفترة دي ما بقاش مجرد هاكر، ده بقى المطلوب رقم واحد لل FBI في الوقت ده. وبعد المداهمة كيفن اختفى من لوس أنجلوس. فضل سنين عايش بهويات مزورة وأسماء مستعارة، وفضل زي ما هو يخترق ويتعلم ويجمع أدوات جديدة تساعده في الاختراق. في نفس الوقت ال FBI بدأت تكبر فريق المطاردة، والصحافة والإعلام بيتكلموا إن في هاكر هربان من ال FBI ومحدش عارف يقبض عليه ولا عارف مكانه لحد آخر سنة 1994. كيفن كان بيدور على أدوات وبرامج أقوى من اللي عنده، وخلال بحثه قدر يوصل لجهاز لواحد اسمه تسوتومو شيميمورا، والراجل ده واحد من أشهر خبراء الأمن السيبراني في أمريكا. الشركات والجهات الحكومية كانت بتستعين بيه عشان يحمي أنظمتها، وعلى جهازه كان فيه أدوات أمنية وبرامج محدش يحلم يوصلها، هو بنفسه اللي كان كاتبهم بإيده. فكيفن قرر يدخل على الجهاز ده عشان يشوفه ويتعلم منه. كيفن اختار ليلة 25 ديسمبر سنة 1994، والليلة دي كانت ليلة الكريسماس، فكان متأكد إن شيمومورا مش هيبقى قاعد قدام الجهاز بتاعه. فكيفن خد اللي يقدر ياخده من الجهاز ومسح أي أثر يدل إن هو دخل على الجهاز ده. لكن كان في حاجة هو ما كانش عامل حسابها. شيمومورا كان عامل نسخة احتياطية من سجلات النظام اللي بيشوف من خلالها الناس اللي عملت لوجين على الشبكة. ولما واحد من زملائه راجع السجلات لقى إن في حد كان بيحاول يمسح آثار دخول وخروج، فتواصل مع شيمومورا وقال له اللي حصل. شيمومورا لما قعد يفحص اللي حصل فهم إن اللي حصل ده ما كانش اختراق عادي، وإن في حد سرق الأدوات بتاعته. وساعتها شيمومورا أخد قرار إنه هيلاقي اللي عمل كده بنفسه. شيمومورا قعد يراجع كل سجل واتصال، وكان بيعيد الهجوم خطوة ورا التانية عشان يفهم الهاكر ده دخل إزاي، وكل ما كان بيتقدم كان بينبهر أكتر. لكن اللي شيمومورا كان متأكد منه إن مهما الهاكر كان ذكي لازم هيسيب أثر أو في غلطة صغيرة هو عملها. ومع التحقيق شيمومورا عرف يوصل لمسار البيانات، يعني الطريق اللي شبكة الإنترنت بتتحرك من خلاله من جهاز كيفن لجهاز شيمومورا. لكن طبعا الموضوع مش بالسهولة إن هو يقدر يحدد مكان كيفن بالظبط، هو بس عرف يجيب أول الخيط، وفضل ماشي ورا الخيط ده وتواصل مع مهندسين في شبكات الإنترنت لحد ما وصل لشركة اسمها نت كوم، واحدة من أكبر شركات الإنترنت في أمريكا وقتها. وبمساعدة خبراء الإنترنت اللي كانوا شغالين في الشركة قدروا يحددوا مكان الاتصال، لكن هم ما حظروش الاتصال وسابوا كل حاجة شغالة عادي بحيث إن هم يتأكدوا من المكان اللي طالع منه الإرسال. وفضلوا مستنيين اللحظة اللي الهاكر يرجع فيها مرة تانية، وركبوا أداة تسجل كل أمر كيفن بيكتبه لحظة بلحظة. وفي أول مرة كيفن رجع يسجل الدخول تاني كل حاجة بقت واضحة، وكانوا بيشوفوا كل حرف وأمر في نفس اللحظة. فجأة كيفن فتح برنامج للدردشة وبدأ يتكلم مع هاكر تاني. ساعتها شيمومورا ابتسم لأنه أول مرة يشوف خصمه وهو بيتحرك قدامه، وفضلوا مراقبينه وبيجمعوا كل تحركاته لحد ما وصلوا لرالي في ولاية نورث كارولاينا. لكن هم لحد دلوقتي لسه ما عرفوش يوصلوا لمكان كيفن، لأن هم لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا المكان بالظبط اللي طالع منه الشبكة. وكل مرة كيفن كان بيسجل الدخول كان مكانه بيتحدد بدقة أكبر. فضلوا يضيقوا الحصار لحد ما فضل بيت واحد. وفي يوم 15 فبراير 1995 كيفن فتح الكمبيوتر عادي زي كل مرة، وما كانش يعرف إن المرة دي آخر مرة، لأن بره المبنى ال FBI وشيمومورا كانوا مستنيين. وأول ما اتأكدوا إن الإرسال طالع من البيت ده دخلوا على البيت. كيفن فتح الباب والعميل سأله أنت كيفن ميتنيك؟ فكيفن رد وقال له لا مش أنا. لكن المرة دي الإنكار مش هينفع، وكيفن بعد سنين أخيرا اتقبض عليه. وفي المحاكمة كيفن واجه تهم كتير واتقدم كأخطر هاكر في أمريكا. في الأول كيفن قاعد ينكر، لكن
في النهاية استسلم واعترف، وفي سنة 1999 صدر الحكم وكيفن اتحكم عليه ب5 سنين. وأثناء خروج كيفن وهو مكبل بالقيود بص لشيمامورا وقال له أنا بحترم مهاراتك. وبسبب المدة اللي كيفن قضاها قبل المحاكمة اللي كانت عبارة عن 4 سنين، كيفن اتسجن لمدة سنة واحدة وخرج يوم 21 يناير سنة 2000. وبعد ما كان بيستخدم مهاراته عشان يدخل الأنظمة من غير إذن، بدأ يستخدم مهاراته دي عشان يحمي الأنظمة، وأسس شركة اسمها ميتانيك سيكيورتي، وبقى مستشار أمن سيبراني وبيعمل اختبارات اختراقات للشبكات. ونفس الراجل اللي كان بيخترق الشركات والشركات بتخاف منه، الشركات بدأت تدفع له عشان تحميها من ناس زيه. وده كان تسريب خفي. وفي النهاية الذكاء نعمة، لكن ممكن يتحول للعنة بمجرد إنك تفتكر إنك أذكى واحد في الأوضة، وغرورك يعميك عن الغلطة اللي هتوقعك. سلام.